أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكو دين مبين جه حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصد بیست نویسکار امام النووي ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب كره ملا أحمد ملا يوسف درشوي رحمه خدل مليان مو تفابه خوشكو برين عزيز الدرس ماش بريوه دا ام جهابي سر بحثك دبيجي چه باب سنة المغربي بعدها وقبلها بحثا سنة نميجا مغربي جبريوه چه سنت هنه و پشتی نميجا چه سنت هنه ين نمش بحثوية دبيجة تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر ده جبريوه حديث ابن عمر در باس ببي أو حديثش ابن عمر هاتي نقل كرن أو در باس ببي وحديث عائشة حديث دايكا مع عائشة جي در باس ببي وهما صحيحان أو هردو حديث صحيح بينكو أن النبي كان يصلي بعد المغرب ركعتين كو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام پشتی نماز مغرب درک دکرن پشتی نماز مغرب درک دکرن حدیث در حق بدش ابن عمر وجدوی که مع عائشه هدین نقل کرن حديث 1122 وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كره مغفل هات نقل كرن خدا جرازي به اوجش پیغمبر خدا نقل کریا کو پیغمبر علیه السلام هولی گفت که صلوا قبل المغرب جبريو نمجا مغرب سنت بکنه قال في الثالثة لمن شاء لبله حكي بفي يعني حكي بفي بنش خورا بك خموه ناكه رواه البخاري اف حديث هجي بو اف حديث بخاري نقل کریا خدا جرازي به حديث 1123 وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب أنس خود نقل كرن خود جرازي به دبيجه ما مزنن أصحابا صحابين يعني جراجر يعني مزن ما ديتن وصحابين پیغمبر خوده يبتدرون السواري عند المغرب وقت نمجا مغرب تحتا خود دانو پش ستوینکن مزگفت مسجد سنت دکران یعنی هر ویا نقبا بانگی و نمجه دا سنت دکران و بله یعنی خود دا بستوینکو ولی سنت خود دکران رواه مسلم بحدیثها امام مسلم نقل کریم وعنه قال ديساش أنس خاطر نقل كرن دبيجه كنا نصلي على عهد رسول الله ما سردور پیغمبر خدا نماز دکر رکعتین بعد غروب الشمس قبل المغرب پشتی روش بچا غروبه روش بچا آوا یعنی بانگو مرغب بحتا داین لبله هی نماز مرغب نهدی کرن ما درک از سنت دکران سردور پیغمبر خدا فقیل اکان رسول الله صلی الله علیه و جا انس خود پرسین گلو پیغمبر خدا جی دکر یونجه همه هواتن صحابیات دکر قال کان یران نصلیهما دديتو ما نماج ديكر فلم يأمرنا ولم ينهنا ندقوتو بكن ندقوتو نكن يعني منع ماشي ناكر أمر ماشي ناكر هر ويا رضاوي بي هيا يعني مقارب بك معناه أبا بله رواه مسلم في حديث إمام مسلم نقل كريا حديث 1125 وعنه ديسش أنس خطي نقل كريا خد جرازي قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب كنا بالمدينة أم مدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب وقت المؤذن جبو نماجو مغرب بانج بدا يعني بانجو ميجو مغرب بدا ابتدروا السوارية ولي صحابي شون خدون الباش يمكن مزيفته فركعوا ركعتين دركعت نماز ديكران حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد ولي حتى يك غريب بحتم جرا أو جرا يكمين بحتم مزجفته
فيحسب الظن دبركو أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما دقوتو قي نمش خلاص بيا نمش هاتيا كرن إن أوقو خلق السنة دكران جبريو نمجا مغربه خلق السنة دكران لباله حشو که أناس بيجا يعني پیغمبر علیه السلام نکریا لباله ين كريجي منعو نكريا بله اون هو جوالی تزانین یعنی اجباریان نمجا مرغبه سنت تنینه پشتی نمجا مرغبه درکعت هنه هولی یعنی تطبیقات و اجراءات هولیا رواه مسلم اف حديثة امام مسلم قيدية نقدية جهدوي باب سنة العشاء بعدها وقبلها اف بحث هل در حق سنت نمجا عشايده سنت نمجا عشايده که اجباریوه چند رکعتن پشتیوه چند رکعتن دبجه ديسا إمام نووي فيه حديث ابن عمر السابق في مجالده حديث ابن عمر ياش بليانه در باس بيه أوجي عايدة في مجالها أوجي يعني روناهية ده في مجالها دبجه چه ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء مب پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يعني نكوي در ركعت پشت نماز عشاء كرن در ركعت سنت وحديث عبد الله بن مغفل حديث عبد الله بن مغفل جي در باس بي چه به حديث بين كل اذانين صلاه نقبه هر يعني نقبه هر بانگ قامت دا نمش هيا يعني مكور نمجه بك مجا سنت نقبه اذانين معنى ند بانگ و اذان بانگ و قامت هر نقبه هر بانگ و قامت دا نمش هيا يعني مكور نمجه سنت بكن متفق عليه كما سبق اف حديث هم متفق عليهن بخاري ومسلم دا در باس بينا حج وكيش بيان هو در باس بي باب سنة الجمعة اف بحث هل در حق سنة ميجا جمعه سنة ميجا إيني كو سنة وچنا إذا بيجا فيه حديث ابن عمر السابق حديث ابن عمر ياج بيان هو در باس بي آیده و مجاره جی یعنی او دیسا آیده و در جی یعنی جوه جی دیگره چه داشته و حدیث انه صلى مع النبي ركعتين بعد الجمعه ده بجم دیگر پیغمبر خوده النیک پیغمبر خوده مد رکعت پشت نماز خطبه پشت نماز اینه در رکعت سنت گرن پیغمبر خوده جی یعنی ابو ویرام مکر یعنی النیک وی مکر نبی مانعمه متفق عليه أحاديثها متفق عليها بخاري ومسلم هر كون نقل كريام بله حديث 1127 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة تنقل كريام خد جرازي بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه السلام هولي قال إذا صلى أحدكم الجمعة وقت يك شوا نمجا خطبه نمجا إينيه كريا فليصلي بعدها 4 بلا پشتیوه 4 رکعتا بکه 4 رکعت سنت بکه رواه مسلم اف حدیثه مسلم نقل کریا حدیث 1128 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر خاطر نقل کرن خودش بابی راضی به کو ان النبي کو پیغمبر خدا کان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف پشتی نماز اینه پشتی نماز خطبه سنت ناکرن حتى ينصرف حتى بفتليا مالخوا وگريا بول مالخوا فيصلي ركعتين في بيته در ركعت المالخوا داديكر يعني المزگفت السنت ناكرن رواه مسلم اب حديث امام مسلم نقل كريا بله خوش کو برندلال ولی بده بسکنه حتی درسی که ما یادت ببینه خیر و خوشیه دام